تخيل معايا إنك ركبت عربية رياضية. طبعا المحرك قوي جدا والعربية أدائها سريع. فجأة المحرك بقى بطيء وأداء العربية تراجع بشكل غير متوقع، والسبب إن الوقود اللي بتعتمد عليه ملوث. على نفس المثال، تخيل إن جسمك هو العربية، والدهون والكوليسترول هما الوقود، وتحليل الدهون والكوليسترول هما الطريقة الأمثل للتأكد إن الوقود اللي موجود في العربية تمام وبدون أي مشاكل. الدهون والكوليسترول يا جماعة هي جزء أساسي من وظائف الجسم، ولكن لما تزيد عن الحد الطبيعي تبدأ المشاكل. وتحليل الدهون والكوليسترول مش مجرد رقم على ورق، لكن دي خريطة لصحتك، لأن معرفة مستويات الدهون في الجسم بتساعدك على اتخاذ القرار المثالي في نظامك الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وأخيرا، تحليل الدهون والكوليسترول ممكن يحميك من مخاطر صحية كبيرة، فاوعى تستنى إنك تحس بالتعب عشان تبدأ تدور تشوف المشكلة فين. لازم التحاليل دي تتعمل بشكل دوري على الأقل كل 6 شهور. وانتظرونا مع تحليل جديد في زيارة منزلية.